حسام حسن وبطولة أفريقيا، أكون أو لا أكون، هنروح فين؟ هنعمل إيه خلال مشوار البطولة؟ ده اللي هنعرفه النهارده في المدرب بيقول إيه. بس قبل كل ده لازم أسلم على يوسف. حبيبي يا محمد، والله مبسوط ان انا معاك، وان شاء الله نعمل حلقه قويه النهارده. وحلقه هتبقى مليانه بقى كلام كتير، لان الفتره اللي فاتت شفنا المنتخب وحالته عامله ازاي، شفنا تصريحات كابتن حسام حسن. فحلقه هتبقى دسمه النهارده، وان شاء الله هتعجب الناس يعني. يلا بينا نبدأ نتكلم عن منتخبنا من أول بطولة العين الودية. طبعا زي ما احنا شفنا البطولة خلال الفترة اللي فاتت، عايزك تقول لي إيه الإيجابيات اللي أنت شفتها خلال الماتشين، ماتش مم. أوزبكستان وماتش كاب فيردي. بص، انا هتكلم عن كام حاجه. خلينا الاول ناخد الموضوع من البدايه، نتكلم عن كابتن حسام حسن وبدايته مع المنتخب والتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس افريقيا، والتصفيات المؤهله برضو لكاس العالم. احنا مم. شفنا الكابتن حسام في الفتره الاخيره قبل طبعا بطوله العين الوديه كان لاعب تقريبا 14 مباراه وفاز فيهم جميعا. بالظبط. تعادل ماتشين وخسر ماتش واحد كان امام منتخب كرواتيا. مم. ولكن خلينا نتكلم في العموم، خلينا نكون واقعيين شويه، ان الكابتن حسام حسن لما كان بيلعب المنتخبات دي كانت منتخبات مش مصنفه بشكل كبير جدا في على مستوى المتناول، القاره. منتخبات في المتناول. مش في المتناول كلها، بالظبط. والدنيا لذيذه والحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل في تصفيات كاس العالم بدون اي هزيمه، 8 ماتشات فوز وتعادلين. متعادلين صح طبعا، كده؟ بالظبط. صح. بس خلينا نكون واقعيين، منتخبات مش اقوى حاجه. دلوقتي يا كابتن حسام، انت في كل توقف دولي بيجي، انت كان في مقدورك انك انت تلعب ماتشات وديه. ماتشات وديه ايه ميزتها يا محمد؟ اولا بتزود مستواك في التصنيف، يعني بالظبط كده. بتعلي تصنيفك. التصنيف مهم جدا ليه؟ طبعا. لان انت هتتصنف طبعا في كاس العالم، بيبقى فيه بوت 1 بوت 2 بوت 3 بوت 4. طبعا. فهتتصنف على هذا الاساس. انت وفي تقريبا افريقيا دلوقتي كمان. موجود في الثالث. بالظبط، انت دلوقتي رقم ثلاثه. 34 على مستوى العالم. انا قصدي ان انت في البوت في الثالث البوت في كاس الثالث، العالم. بالظبط صح بالظبط كده؟ صح. صح كده. فانت هتكون معاك منتخبين اعلى منك في التصنيف، اقوى منك بشكل كبير جدا. فالموضوع هيبقى كبير قوي. فانت دلوقتي الماتشات الوديه دي كانت هتساعدك ليه؟ لانك انت اول حاجه هتعمل احتكاك مع المنتخبات الدوليه القويه. يعني احنا بنشوف، خلينا نكون واقعيين، منتخب تونس كان بيلعب البرازيل. امم. صح. بالظبط منتخب المغرب بيلعب منتخبات قويه، منتخب الجزائر بيلعب منتخبات قويه. بالظبط. انت يعني نكون واقعيين جدا، بطوله العين الوديه اللي المنتخب كان فيها منتخبات بعديه في التصنيف. يعني منتخب اوزبكستان ومنتخب بعديه في التصنيف، منتخب كاب منتخب فيردي. كاب فيردي بعديه في التصنيف. فانت سابقهم كلهم. مم. فانت الطبيعي ايه اللي يحصل؟ طبيعي ان انا بحاول ان انا احتك بمنتخبات اقوى، لا، او على الطبيعي ان الاقل انت منتخب. تكسبهم ومستريح. لا، غير ان انت تكسبهم، بغض النظر عن الماتشين دول. امم. أنا بكلمك في العموم، ان انا قبل بطوله مهمه زي بطوله افريقيا وبعدها بطوله كاس العالم، انت بتحاول تحتكم منتخبات على الاقل تكون في المستوى بتاعك. صحيح. مش هقول لك شرط لازم تكون ليفل اعلى منك. ولازم تبقى ليفل اعلى يا محمد، لازم نبقى ليفل ايوه اعلى، لان انت طبعا. ده هتقابله بشكل كبير جدا في كاس انا بقول العالم. لك على اسوأ تقدير، صحيح. ان لازم على الاقل المنتخبات اللي انا بحتك بيها وبلعب معاها تكون في المستوى بتاعي. امم. فده طبعا، ده للاسف ما حصلش ليه؟ ده سؤال يعني اعتقد احنا لازم نعرف اجابته. طبعا. يعني انت دلوقتي خلينا نتكلم ماتش ماتش. حلو كده. حلو جدا. نتكلم عن ماتش اوزبكستان. ماتش اوزبكستان انت نازل بتشكيل يعني يعتبر محمد صلاح بيلعب، يعني تعتبر تشكيل شبه كامل بالظبط. لحد كبير ده يعني. حقيقي. أم، لكن اللي شفناه اداء مغاير تماما للمنتخب، مش ده المنتخب اللي احنا نعرفه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، معلش هقطعك في اتفضل. الجزئيه دي. ان الماتشات دي، وده مش دفاعا عن حسام حسن، لا، الماتشات الوديه بشكل عام بتبقى ليه؟ هدف ان انت تجريبيه. بتجرب افكارك، صحيح. خططك. لعيبه بتكون عايز تجربها في مراكز غير مراكزها. بتكون عايز تطبق شكل انت رسمه في دماغك. ولكن مش الهدف من الماتشات دي، الهدف الاساسي من المباريات دي ان انت تكسب. حلو، انا معاك جدا، متفق معاك 100%. فاذا مفيش انتقاد على النتيجه ولكن في خالص. قوام اساسي، في لعيبه مراكزها. لحد دلوقتي مش واضح. انا بتكلم ان في قوام اساسي وفي مراكز ثابته. مم. يعني اللعيبه انت بتجرب في مركز او اتنين بس، ما بتجربش في كل المراكز. فيعتبر معاك القوام الاساسي للمنتخب والتشكيل الاساسي للمنتخب بشكل كبير جدا. لكن اللي شفناه في ماتش اوزبكستان، ان اوزبكستان كان ممكن تطلع الشوط الاول 3 4 5. ده حقيقي. ضيعت اكتر من كوره، في كام كوره في العرض. الاداء بتاع الدفاع بتاعك سيء جدا. نص الملعب مش ماسك كوره، مش قادر تروح تعمل هجمات وتبني هجمات من تحت لقدام. في مشكله كبيره جدا في المنتخب. ده شفناها في ماتش اوزبكستان بشكل كبير. حتى تعالى نعلق على الجول الاول. الجون الاول في ماتش اوزبكستان، انا فاكر الجون ده كارثه.
انا لحد دلوقتي انا مش عارف مش عارفين يقطعوا منه الجون ده، الكوره، 5 واللي انا 6 مش عارف مين حواليه. اترقص يعني من كتر لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. كتير جدا، فده كتير جدا. ده مش عارف ده هل ده ناتج عن ايه؟ ما ده برضه ناتج عن ناتج عن مفيش سرحان، ناتج عن تمركز. عدم مسؤوليه من اللعيبه. وبرضه خد بالك في انتقادات طبعا كبيره وكتيره جدا عندنا طبعا. عن حسام، مم. مفيش مشكله، مفيش اي كلام ولا اي خلاف على ده. ولكن برضه كره زي كره الهدف الاول لاوزبكستان مفيش جديه، مفيش روح، انا بقول في لك انت حاجات متخيل تفاصيل. كام واحد واقفين مش عارفين يقطعوا الكوره. فين انت كلاعب بقى، مم. سيبك بقى من تعليمات المدرب وتوجيهات المدرب والخطط والافكار وكل الكلام الجميل ده، انت كلاعب فين؟ انا واقف على هجمه على حدود منطقه الجزاء عندي، 5 مش عارفين يقطعوا الكرة. مم. ده في تخاذل من لعيبه كتيره جدا، في تخاذل. احنا عندنا انتقادات كتيره جدا عن انتقادات عن التشكيل، عن اسلوب اللعب، عن كل الكلام ده، ولكن برضو انا شايف في عدم جديه، مفيش روح. ماشي، انا معاك فين جدا، الروح؟ انا معاك جدا، لان دايما معروف ان منتخب مصر هو منتخب عنده روح طول وعنده عمرنا اصرار، في اسوأ وفي حالاتك اسوأ حالاتك انت بتكسب بروحك. طول عمرك. فاهمني؟ فده بالنسبه للجول الاول. لو جينا اتكلمنا على الجول الثاني، الجبهه بتاعت محمد هاني دي محتاجه علاج بشكل غير طبيعي، يعني محتاجين علاج قوي جدا لجبهه محمد هاني. ليه بقول كده؟ لان انت لو شفت في ماتش اوزبكستان الجول الثاني من الجبهه دي، شفت في ماتش كاف فيردي كاف فيردي ضربه الجزاء من الجبهه من دي، الجبهه دي. فكده انت عندك خلل في الجبهه دي. طب انا هسالك بس سؤال، مم. بما انك اشرت للناحيه اليمين، بص يا جو، مين احسن منه في مصر؟ مين، قول لي مين باك رايت في مصر دلوقتي احسن من محمد هاني؟ ما انت بص، مين الباك رايتس اللي موجوده عندك في مصر دلوقتي؟ مين احسن باك رايت دلوقتي في الدوري المصري؟ مصري لا، في ولا الدوري المصري بشكل عام؟ محمد الشيبي. بس كده، دي كارثه. مش السنه دي، ده على مدار السنتين دي فاتوا كارثه، هو كارثه كبيره. ماشي. ما هو دي كارثه. مم. ما هو انا برضو اقول لك على حاجه، حط نفسك مكان حسام حسن. مم. دلوقتي انا عايز باك رايت، ماشي. مين موجود؟ انا هقول. بحط 1 2 3. حلو. عندي محمد هاني، عندي عمر جابر، عندي بعد كده بقى هتلاقي عمر كمال ما بيلعبش. طب عندك هقول لك على حاجه، انا معاك جدا. طب ليه ما بصش المنتخب التاني؟ ليه ما بصش على اكرم توفيق؟ توفيق في الناحيه اليمين للمنتخب هيكون افضل من محمد هاني لسبب ان انت الوينج، الرايت وينج اللي بيلعب قدامه سواء صلاح او سواء زيزو، لو صلاح ما هيدخل بيدافعوش بشكل كبير جدا. للعمق بالظبط، فانت مم. بالعكس انت هنا هتديله صلاحيات هجوميه كبيره جدا. خلاص انت عارف ان وراك واحد زي اكرم توفيق، راجل في الناحيه الدفاعيه دي بيقدمها لك بنسبه 80% على اقل تقدير، فبالتالي هيديك المساحه وهيديك خلاص انت مطمن ان في واحد وراك بيقدر يقوم بالدور ده بشكل مميز جدا. صح. ولكن هقول لك على حاجه، اكرم توفيق فين؟ يعني اكرم توفيق ممكن اقول لك من سنتين، خلينا نقول من سنتين كان موجود وكان بيلعب وكان مالي مكانه في الحته دي. دلوقتي اكرم فين؟ كاس العرب مع كابتن حلمي طولان، اكرم بيلعب في نص الملعب، يعني بيروح على الناحيه اليمين على فترات، بس هو ولكن بيلعبها يا محمد، كان بيلعبها. ما هو انا مش فقصدي هينفع انت تقدر ادخل. توظفه فيها. انا معاك، بس انا مش هقدر ادخل بطوله زي بطوله افريقيا، بطوله كبيره جدا وبطوله قويه جدا، بان انا اقول لعيب اصله بيلعبها. اعملها امتى يا يوسف؟ اعملها لما اكون محتاج ده، لما يكون مثلا انا الباك رايت اللي عندي الاساسي اللي انا بعتمد عليه ايا كان، احنا عليه انتقادات كتيره طبعا هاني، بس لما يكون هاني مثلا لا قدر الله عنده اصابه وانا ما عنديش بره، ما عنديش بديل ليه، فانا هنا اقول خلاص يا اكرم، خلاص انا هستعين بيك، بدل ما انت بتلعب في نص الملعب بقالك سنه، لا تعال العب في الناحيه اليمين. زي ما حصل امتى؟ افتكر معايا نهائي افريقيا قدام قدام السنغال، مين كان لعب هو لعبها فعلا. مين لا امام عاشور. امام عاشور اللي مم. لعبها. انا دلوقتي خلاص ما عنديش، فانا بالاخر بنقذ موقف، انا دلوقتي بنقذ موقف، فامام لعبها واجاد فيها، نقدر نقول انه لعب في الوقت ده على ماني، قدم ماتش مميز عليه. هاني طبعا، لكن نقعد بقى ننتقد ونقول بس انت للاسف ما عندكش غيره، ما عندكش غير محمد هاني. ما انت لازم تبص برضه للبدائل اللي موجوده مين اللي يقدروا البدائل؟ يشتغلوا معاك برضه في النقطه مين دي. هيلعب مكانه؟ يعني في عمر جابر زي ما قلت لك، وفي اكرم توفيق تقدر توظفه في النقطه دي. ليه ما تبصش عليهم؟ ليه بصص على حد واحد بس؟ ما ينفعش ان انت ده منتخب مصر. بص يا محمد، خلينا نكون متفقين والدنيا واضحه وصريحه جدا. منتخب مصر ما فيهوش انا بحب ده وبكره ده. منتخب مصر المصلحه العليا للمنتخب وللبلد. بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو الموضوع ملوش علاقه، عشان بس نكون منصفين، ملوش علاقه بانا بحب او بكره. في النقطه دي لا، هو الاثنين لا يستحقوا التواجد في التشكيل الاساسي. مش هقول لك سواء عمر جابر او سواء اكرم توفيق. ليه بقى؟ اكرم توفيق، بص اولا تعالى نبدا باكرم.
الليفل اللي بيلعب فيه اكرم دلوقتي اقل بكتير جدا من اللي كان بيلعب فيه هنا، مع احترامي للدوري القطري. لا هو هناك ما بقول لك ايه، حمدي فتحي بقاله في قطر بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين. حاسس بيه يعني، او مش هقول لك حاسس بيه، ممكن نقول ان احنا ما بنتابعش قوي الدوريات اللي هي القطريه والاماراتيه والسعوديه وايا كان، فاحنا مش عارفين. ولكن لا، انت نفسك شفت حمدي فتحي لما جه مع الاهلي في كاس العالم، حمدي عمل ايه مع الاهلي؟ قول لي يعني. لا بس انت هي الحاله بتاعت الاهلي كلها كانت المستوى وحشه. بينزل، حاله الاهلي الحاله كانت الاهلي كلها وحشه، كانت وحشه، ولكن فما تطلع ما اللاعب تنجمش حد الحاله اللي كانت في الاهلي في كاس العالم ما للانديه. تنجمش حد، انا مظبوط. معاك. ولكن برضو اللاعب على مدار سنتين، حتى في كل المعسكرات المنتخب اللي كان بيجي يشارك فيها مع المنتخب، لا هل ده حمدي فتحي؟ هل ده حمدي فتحي بتاع الاهلي؟ لا، لا خالص. اكرم توفيق نفس الكلام. اكرم توفيق لا، انا يعني شفت بعض الماتشات ليه هناك 3 أو 4 ماتشات، مش ده اكرم توفيق خالص. بيلعب، ولكن عارف اللعب التجاري، اللعب اللي هو ايه، هو بيلعب، انا بادي المطلوب، لكن مش ده اكرم. مش ده اللاعب. انا دلوقتي بتكلم على بطوله افريقيا. بطوله افريقيا يعني ايه؟ انا عايز احسن 11 لعيب موجودين في مصر. محمد ما ينفعش تخش بطوله افريقيا باك رايت واحد، ممكن ايوه، يعمل لك كوارث. ما انا بقول لك ماشي، واحد من الاثنين دول ممكن يكون موجود كبديل كلاعب بديل، ولكن كاساسي لا. الاساسي باك رايت، الاساسي محمد هاني، ما فيهاش اي كلام. الا لو انت بقى عايز تغير الخطه، تلعب ب 3 5 2 3 وتحط 2، مع ان انا شايف ان ده مش هينفع يعني. سواء بقى تحط مثلا 3، يبقى ده عندك اللي هو زي الوينج باك يمين وشمال، زيزو مثلا يمين، محمد حمدي او فتوح في الناحيه الشمال. بس انا شايف لا. وعايز اقول لك على حاجه بمناسبه النقطه دي. في ناس كتير بتتكلم ان زيزو، يا جماعه ايه، جربوا زيزو في الناحيه اليمين، جربوا محمد طاهر في الاهلي، جربوني يمين مكان هاني. مفيش الكلام ده. بص، مش، وانت اكيد فاهم النقطه دي طبعا كويس جدا، مش اي لعيب بيعرف يعمل كروس تمام يبقى هو باك. الباك ليه مواصفات تانية خالص. اقول لك على حاجه. هل زيزو هيقدر يضغط ويقدر يستخلص ويقدر يدافع ويقدر يجري؟ مستحيل. اقول لك على حاجه، ودي عندنا كارثه في مصر. قول لي. عندنا مشكله كبيره جدا في اللعيبه اللي بتلعب على الخطوط، ما بتعرفش تعمل عرضيه من وضع حركه. ده حقيقي، ده حقيقي. متخيل الكارثه اللي احنا فيها؟ مين احسن واحد في مصر زيزو. دلوقتي بيلعب عرضيات؟ هو زيزو. غير زيزو. الشيبي. الشيبي. مم. ما عندكش تاني. انا بكلم انت فاهم النقطه ايوه اللي ايوه انا ايوه بكلمك فيها؟ انت عارف طبعا. حجم المشكله اللي احنا فيها؟ ايوه ايوه ان يعني الواحد يعمل عرضيه من وضع حركه آه. لازم يقعد يثبت الكوره ويستنى عليها لغايه لما 2 3 يضغطوا عليه وفي الاخر تتقطع. يعني بمناسبه النقطه دي، كان الاهلي عنده مين في الناحيه الشمال؟ كان عنده جilberto، وبعدها راح اشترى سيد معوض. الاثنين بالنسبه لهم العرضيه اللي من وضع الحركه دي حاجه امر بديهي بعد جدا. كده ده معلول. العادي يعني، ده بالنسبه لهم ده العادي. وبعدها جه بقى علي معلول فاهم، لعيبه كتيره جدا. بس احنا دلوقتي عندنا مشاكل كتيره جدا. بس خلينا بقى نبعد عن الناحيه اليمين. انت عندك مشكله كمان في قلب الدفاع. قول لي مين السنتر باك اللي هيلعب جنب رامي ربيعه في بطوله افريقيا؟ باعتبار ان يعني ده لو ان اعتبرنا هو رامي ربيعه يبقى الاساسي ان اصلا. رامي، ما هو هنرجع برضو ونقول انا عندي مين. انا عندي في المركز ده مين؟ عندي رامي، عندي حسام عبد المجيد، عندي مين تاني؟ عندي مين؟ محمد اسماعيل انضم برضه. هتلعبه؟ انا بقول لك بقى ده احنا في كارثه. قول لي احنا بقى. والله العظيم في كارثه. عشان كده انا هسالك دلوقتي، مين السنتر باك اللي يلعب جنب رامي ربيعه في بطوله افريقيا من وجهه نظرك؟ عارف يا مو كمان، يعني لو خلينا نتكلم بشكل واقعي كده، دايما منتخب مصر على مدار تاريخه كان موضوع السنتر باكس دول اقوى سنتر باكس في افريقيا طبعا. يعني زمان لو بنتكلم بقى ابراهيم يوسف، اشرف قاسم، هاني هشام رمزي، يكن، هاني رمزي، وائل جمعه، مرورا بوائل جمعه واحمد حجازي، حجازي ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم ما شاء الله برضو كان حاجه جميله جدا. فانت كمان بس مش عندك عايزين نكبره، عبد المنعم لا لسه لا لسه صغير. لا لا لسه. انا بتكلم في حته ان انت المستوى والكواليتي ما بقتش زي الاول. ما بقتش تامن لاي لعيب دلوقتي ان هو مالي مركزه زي زمان. زمان لما كنت بتتفرج كنت تحس ان كل واحد شايل المركز ده بس ده موجود وشايل وعليه مسؤوليه كبيره وتبقى مطمن. بس ده عايز اقول لك على حاجه يا يوسف، ده مش بس في مركز قلب الدفاع، انا بتكلم ده في في كل المراكز. المراكز. انا بتكلم في انت كل المراكز بشكل عام في مصر اتكلمنا في الموضوع ده قبل خلال الحلقه كده. اللي فاتت. لا عندك مشكله في الكواليتي. لكن انا بكلمك دلوقتي انت بتتعامل على اساس ايه الموجود. انا دلوقتي انت زي ما انت بتقول من شويه، الباك رايت انا ازاي يبقى عندي باك رايت واحد؟ طب اعمل ايه؟ محمد هاني مع مشكله كبيره جدا، عنده اخطاء كارثيه، ولكن انا ما عنديش دلوقتي غير محمد هاني، وبعديه ايا كان بقى عمر جابر هيكون موجود، اكرم توفيق هيكون موجود.
من الاخر، ومش عايز اقول المصطلح ده بس للاسف هقوله، احسن وحشين هو اللي هيلعب. فانا برضو بكلمك وبسالك السؤال ده في مركز قلب الدفاع. احنا بنقول دلوقتي ما عندناش وعندنا مشكله في المركز ده، ولكن مين اللي ممكن يبقى جنب هو رامي ربيعه وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد؟ منطقي جدا. مم. مفيش تاني. مفيش اوبشن ثاني. ولو رامي ربيعه يبقى جنبه محمد اسماعيل لو مش حسام. يبقى لو هو محمد اسماعيل. طب انا اسالك بقى سؤال تاني. محمد محمد عبد اسماعيل كورته حلوه المنعم، على فكره. محمد اسماعيل كورته حلوه، ولكن فين اللي هقول لك على حاجه برضو، عنصر الخبره الدوليه لسه طبعا مشكله. لسه. ما هقول احنا لك عشان على كده كنا حاجه. بنتكلم في موضوع الماتشات الوديه دي. طبعا مم. كانت مهمه جدا. وخد بالك برضو محمد اسماعيل مدافع مبشر جدا، جدا. مبشر جدا جدا، ولكن لسه عنده اخطاء. طبعا أخطاء، مفيش حد ما عندوش اخطاء. شفنا يعني، انا شفت انت خطأه في في ماتش مباراه السوبر السوبر. مظبوط. كان عامل ماتش كويس بشكل عام، تيجي تقيمه كان عامل ماتش كويس، ولكن هي دي بقى الحاجات الصغيره، كل التفاصيل جواد كبوه، الصغيره. يعني كل واحد بيبقى فيه سهوات بتحصل خلال الماتش يعني. ماشي، فده بس هقول لك على طبيعي. حاجه بقى، التفاصيل الصغيره دي دي دايما بتفرق في هي اللي بطوله. بتفرق لاعب عن فعلا لاعب، فرقت في بطوله. لاعب عن لاعب. مم. هي الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق خاصه في البطولات الكبيره. صحيح. بس انت مش شايف ان ممكن يبقى في استعانه بمحمد عبد المنعم لو جاهز. لو جاهز؟ لو جاهز طبعا يلعب على اي اقول حد. لك حاجه، محمد عبد المنعم ممكن يكون موجود كبديل. يعني، ممكن يكون معايا ماشي، لكن عشان يسند. وده طبعا مش تقليلا من الكواليتي بتاعه، الكواليتي ما فيش خلاف عليه، لا بس هو بعيد عن الملاعب. بس بعيد طبعا. فبرضه حساسيه يعني. الماتشات يا يوسف، فاهمني، حساسيه الماتشات هتاثر طبعا. يعني، هتاثر عليه. برضو خلينا بقى يعني ننتقل لنقطه تانية اللي هي نقطه ماتش كاف فيردي. ماتش كاف فيردي انت تعادلت 1-1 في الوقت الاصلي، وصلت ضربات جزاء، حصل كام مشهد مؤسفين طبعا خلال المباراه. خروج الشناوي والاعتراض على الخروج بتاعه ان هو اتبدل في اخر الوقت ونزل مكانه مصطفى شوبير. كمان ما بعد المباراه وتصريحات كابتن حسام حسن. ايه رايك في تصريحات كابتن حسام بعد الماتش؟ كارثه كبيره يعني. هسألك خلينا سؤال. نتكلم يقول شايف ان الضغط كان هو السبب في التصريحات دي؟ يعني الضغط اللي على حسام هو اللي خلاه في وضع، عارف انت اللي بيقول لك انا في وضع دفاعي، هو بيدافع عن نفسه. بص يا محمد، هقول لك على حاجه. رقم واحد، انت مدرب منتخب مصر. منتخب ليه اسمه وليه وضعه وليه مكانته. منتخب مصر هو المنتخب الاكثر تتويجا بالبطوله الافريقيه في القاره ب7 بطولات. منتخب مصر لما بيلعب تبقى العين عليه. ليه العين عليه؟ انت عندك محمد صلاح نجم ليفربول. منطقي اول لما محمد صلاح بيحط رجله بس في معسكر المنتخب كل الصحف الاجنبيه بره بتكتب عنه، بتتفرج عليك. طبعا تابع كل التفاصيل وقنوات وكل حاجه. طبعا. عندك بقى في مرموش مانشستر سيتي، برضه بقى عندك قوه تانية، فكل طبعا. العين بقت عليك. مصطفى محمد فرونت، فلازم تكون واخد بالك جدا برافو من عليك. كلامك. برافو عليك. لازم تكون برافو واخد بالك عليك. برافو عليك. دلوقتي انت كمدرب منتخب مصر ونجم كبير ما ينفعش تبقى خفيف. ما ينفعش تبقى خفيف. لازم تكون مركز في كل كلمه طالعه منك واي تصريح يطلع منك. ليه؟ لان زي ما قلت لك في كتير قوي اتكلموا عنك بره من الصحف الاجنبيه والقنوات عن تصريحاتك. ده حقيقي. والتصريحات تم تناولها بسخريه. أيوة يعني طبعا. ايه منتخب مصر والكوتش بتاع منتخب مصر يقول انا عندي محترفين وربع؟ كلمه صعبه جدا. اولا مش في وقتها. ثانيا انت داخل على بطوله مهمه جدا اللي هي بطوله كاس الامم الافريقيه. لازم تكون محتضن اللعيبه وبتلعب على نفسيتهم بشكل كبير، محتويهم بشكل كبير، لان انت اللي ماسك السفينه، انت رب السفينه، قبطان السفينه. فانت لازم انت تكون عامل مهم جدا انك ما تغرقش السفينه بنفسك. مهم جدا، ما ينفعش تبقى خفيف في تصريحاتك. لازم تكون مركز في كل كلمه زي ما قلت لك. ثانيا يعني ايه محترفين وربع؟ يعني ايه بتقول اصلا عندي محمد صلاح ليفربول، مرموش في مانشستر سيتي، ومصطفى محمد على سطر والسطر؟ لا، مصطفى محمد نجم كبير، مصطفى محمد لعيب كويس جدا وهداف كويس بدليل جدا، انك بتستدعيه دايما في بالظبط. معسكرات المنتخب، اللي هو بالظبط. لعيب مش على الشكل. الفكره ان انت تبقى شخص موفق وغير موفق، دي الكوره. وانت يا كابتن حسام كنت لعيب كوره وعارف الموضوع ده كويس. عارف ان انت نفسك لما كنت بتقعد مثلا دك او مثلا ما بتجيبش جول في المباراه بتطلع متضايق. ده حقيقي. فده طبيعي، ده طبيعي جدا. ولكن يا كابتن حسام مفيش حد فوق النقد. لازم يكون صدرك رحب بشكل كبير جدا ان انت تتقبل النقد من اي حد وتسمع من اي حد هو بيقول ايه، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا مصلحتنا واحده. مصلحتنا هو المنتخب. انت داخل على بطوله مهمه،
بطوله مهمه لازم تكون اللعيبه كلها حواليك، لازم تكون يعني معاك الدعم الكامل. انا شايف ان انت طالع بتزعق، انت بتزعق للجمهور. هو ايه الظاهره اللي كل شويه حد يطلع ويقعد يزعق لنا؟ ده موضوع غريب جدا يعني، ما مش بنشوفه يعني. دي برضو. فلازم تبقى الامور تتاخد برويه شويه، مم. الموضوع تبقى هادي، تتناول النقد بان هو يبقى نقد بناء، لان الهدف الاول والاخير مصلحه المنتخب الوطني. حسام حسن نقدر نقول ان المبالغه في ردود افعاله ناتجه عن احساسه ان هو هيمشي، او ان هو مش هيكمل، او انت ان شايف بطوله كده؟ افريقيا مم. هي خلاص الاخيره. هي المحطه الاخيره في مشوار حسام على المنتخب. عايز اقول لك على حاجه، موقف حصل سنه 98 مم. مع حسام حسن من كابتن محمود الجوهري. مم. كابتن محمود الجوهري خلال البطوله دي او قبل البطوله دي ما تبدا، كان كل الجمهور المصري بيهاجموا على ايه؟ اللي هو خلى حسام حسن ينضم. ان هو خلى حسام حسن هو قال ينضم، لك ان حسام حسن كمان مش هيبقى المهاجم الاول. ان هو مش يكون المهاجم الاول، صحيح. وان حسام خلال الفتره دي كان بيعاني من في تراجع كبير جدا في في مستوى. مستواه. صحيح. كان في اسامي طالعه في الوقت ده كانت ممكن تكون هي اللي ليها الكفه او ليها الاولويه انها تكون صحيح. موجوده، ومع ذلك إيه اللي حصل؟ شوف تعامل كابتن محمود الجوهري مع كابتن حسام في الوقت ده، وشوف تعامل كابتن حسام مع مصطفى محمد دلوقتي. مظبوط، برافو ده اللي عليك، بقول نقطه عليه، مهمه جدا. ده اللي بقول حلو قوي عليه الكلام ده. ان المدرب اتهاجم وازاي خد حسام، وان لا في بدائل افضل وفي، لكن برغم كده هو ما طلعش هاجمه، ما طلعش انتقده في الاعلام. حتى لو كان في انتقاد بينهم وبين بعض، ممكن يقول له ما والله انت يطلعش بره. ما طلعش بره. ادام انت عامل معسكر وقافل على فرقتك، ده سبب كبير جدا ان انت تنجح بعد كده. ايه شكل اللاعب، ايه شكل اللاعب عنده لعيب في صحافته في في فرنسا. بلده. انا يا منظري ايه قدام زمايلي في الفريق وانا رايح هناك، تصريح كارثي. لا، لف على تصريح العالم كارثي، خلينا كله. نكون متفقين ايه يعني. شكلي ايه شكلي خلال البطوله. اعتقد ان هو كان غير موفق تماما في التصريح ده. طب انا هسألك سؤال. مم. هل شايف مم. ان تصريحات الكابتن حسام حسن بالشكل ده مم. انه بيرمي ان انتوا ما تستنوش مني حاجه في افريقيا؟ قصدك يعني بيقلل الضغط على مظبوط. الفرقه؟ لا لا، انا زي ما قلت لك التصريحات دي ناتجه عن احساسه بان هو خلاص مش هيكمل مع المنتخب. امم. انه خلاص في مشواره الاخير مع المنتخب. فانا بدافع عن نفسي. مظبوط. واعتقد دي المره الاولى اللي كابتن حسام يطلع يرد ويتكلم فيها ويقول انا على فكره انا لسه هلاعب منتخبات في ليفل تاني. على فكره الناس اللي في الاستوديوهات اللي بيتكلموا عني، اول مره يطلع في الوضع ده وفي وهو الحاله بيركز دي. كمان في حاجات، يقول لك اصل في فنان مش عارف ايه والكلام ده. كابتن حسام، كابتن حسام انت اكبر من كده بكتير، انت بالظبط. نجم كبير واسم كبير وموضوع، يعني انت ماسك منتخب مصر مش ماسك فريق في الدوري. بالظبط. هو يعني ده ليفل حسام تاني. حسام طول عمره عنده المشكله دي. مم. للاسف طول عمره، مم. حتى لو وقت ما كان ماسك الزمالك، وقت ما كان ماسك المصري، طول عمره حسام وقت ما كان ماسك الاسماعيلي كان مم. دايما مع اول خساره، مع اول تعادل، طبعا. مع اول انتقاد، لا نبدا نقول خلاص في مشكله هتحصل، مم. في رد فعل هيحصل من كابتن حسام او من كابتن ابراهيم كمان. مم. في الاخر خليني اقول لك على حاجه، احنا لازم نكون عارفين ان احنا معانا سكواد مميز جدا، بغض النظر بقى عن نتائج. لا بغض النظر عن ايه اللي هيحصل خلال البطوله. مم. الله اعلم يعني. خلينا ما نسبقش الاحداث، خلينا نشوف اللي هيحصل خلال البطوله. خلينا نقول انت داخل بسكواد مميز جدا. محمد صلاح اسطوره. عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي، مش عمر مرموش اللي من بطوله الكان الاخيره كان لسه بنقول عمر مرموش اللاعب الظاهره المكتشف من كارلوس كيروش، ولسه هنشوف هيعمل ايه مع المنتخب. عندك مصطفى محمد، خبرات السنين في اوروبا نقدر نقول عليه دلوقتي كده. عندك محمد عبد المنعم بيلعب في دوري من الدوريات الخمس الكبرى. ممكن الاصابه عطلته شويه، لكنه كان وما زال اسم كبير جدا في الكره المصريه. امام عاشور افضل لاعب في مصر. ابراهيم عادل. زيزو فتى المدلل وفتى الشباك دلوقتي في القطبين، سواء كان في الزمالك او دلوقتي في الاهلي. فلا انت عندك سكواد مميز جدا. وعايز اقول لك على حاجه كمان، وحاجه هي حاجه حزينه جدا، ولكن لازم نكون واخدين بالنا منها. الكواليتي بيتراجع. طبعا. احنا بطوله افريقيا 28 محمد صلاح هيبقى عنده كام سنه؟ هيبقى عنده 36 سنه. في لعيبه كتيره جدا من اللي انا قلت عليها دلوقتي دي هتبقى على مشارف ال 30. محمد الشناوي يبقى عنده 38 39 سنه. فمش عايز اقول دي الفرصه الاخيره للجيل ده، ولكن هي الفرصه خلينا الاخيره نكون للجيل واقعيين، ده. هو الفرصه الاخيره فعلا. الاسامي اللي جايه بعد كده ابراهيم عادل، حسام عبد المجيد، محمد شحاته، اسامه فيصل، لعيبه مميزه جدا، محمود صابر، كلهم اسامي مميزه جدا، ولكن بكل صراحه هم مش بنفس قدر الكواليتي بتاع الاسامي دي. مم. فيعني
ده بالنسبه لي، بالنسبه لناس كتيره جدا، ده الامل الاخير للجيل ده. بص خلينا برضو نقول في النهايه كده، كل الدعم للكابتن حسام حسن. لازم كلنا الفترة دي ندعمه بشكل كبير جدا. مفيش أي وقت لأي انقسامات أو صراعات، احنا داخلين على بطولة مهمة جدا. لازم كل الناس تبقى داعمة ليه بشكل كبير، إن احنا إن شاء الله بإذن الله نعمل بطولة كويسة في أفريقيا الجاية في المغرب، وبإذن الله يعني نصل لأدوار متقدمة، ولما لا نفوز ولينا بالبطولة. ولينا حلقات وكلام كتير جدا طبعا إن شاء خلال الله. خلال ماتشات البطوله. اخر حاجه قبل ما نختم، تتوقع ايه الاول ماتش مصر وزيمبابوي؟ هنفوز إن شاء الله. مصر وجنوب افريقيا؟ مباراة صعبة بس إن شاء الله برضه هنفوز إن شاء الله بإذن الله. مصر وانجولا؟ شيكو بنزا. لسه هقول لك، توقع ايه المواجهه الثانيه، الماتش الثاني اللي بين شيكو بنزا وبين محمد هاني؟ ما هو شيكو بنزا لو لعب لا كجناح اتمنى ايسر. طبعا التوفيق لمحمد هاني بقى في المباراه دي، يعني ان شاء الله باذن الله نكسب، يعني ان ان شاء شاء الله الله، باذن ان الله، شاء ان شاء الله، الله يعني نخرج بالعلامه الكامله في دور المجموعات. باذن الله. ان شاء لكن الله. انا، لا انا مش هكتفي بتخطي دور المجموعات. انا هدفي، مش يعني هقول لك بص حتى، لبعيد بقى. مش هدفي حتى ده وصول. الطبيعي على فكره، ده ده الطبيعي بتاع الطبيعي منتخب منتخبنا. مصر. انا ملك افريقيا، انا 7 بطولات افريقيه، انا منتخب مصر.